مشاهدي شوف تي في، اهلا بكم في جولة صحفية تأتيكم بأبرز عناوين صادرة لنهار اليوم. نستهل جولتنا الصحفية من يومية المساء التي كتبت تحت عنوان: حفارة آبار غاز تصل إلى الصويرة وحجم الاستثمارات يؤكد وجود احتياطات هامة. وفي تفاصيل الموضوع تقول اليومية أن أزيد من 300 رحلة بواسطة شاحنات من الوزن الثقيل ربطت بين ميناء أكادير ومنطقة سيدي المختار بالصويرة لنقل الأجزاء المكونة للحفار التي ستتولى مهمة حفر الآبار الخاصة بالغاز الطبيعي، حيث غادرت آخر شاحنة ميناء أكادير مساء يومه الأربعاء 22 أكتوبر 2013. ويتعلق الأمر بنقل حفارة تم نقلها من أحد حقول الغاز بالجزائر. وذكرت مصادر اليومية تعليقا على بلاغ المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن أنه جاء ليضع الأمور في سياقها. فحسب المصادر ذاتها فعملية استخراج الغاز لم يبدأ بعد لأن أعمال الحفر لم تنطلق، وأن الأمر يتعلق حاليا بتركيب الحفارات في الأماكن التي ستتم فيها عملية التنقيب، مؤكدة أن مرحلة التنقيب وتقدير الاحتياطات قد تم تجاوزها، والآن وصلت الأشغال إلى مرحلة الحفر وبعدها مرحلة الاستخراج والاستغلال. وفي يومية الصباح التي قالت أن الشرطة القضائية بالمحمدية أحالت مؤخرا على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط دركين ضبطا في حالة تلبس داخل محل معد للدعارة بالمحمدية تديره وسيطة في البغاء، وجراء الاحتفاظ بهما رهن الحراسة النظرية تحت إشراف ممثل النيابة العامة. وذكرت مصادر مطلعة على سير الملف أن عدد الموقفين في الملف بلغ 8، وأن الدركين موقوفين كان في مهمة تدريبية بالمعهد التابع للدرك الملكي ببن سليمان، ووقع في شراك فرقة من الشرطة القضائية داخل المحل المعد للفساد. وإلى يومية الأخبار التي قالت أن فرق المعارضة بمجلسي النواب والمستشارين استقبلت أمس الأربعاء رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران في أول ظهور له بالبرلمان بعد تعيين حكومته الثانية بتنظيم وقفة احتجاجية تحت قبة البرلمان للمطالبة بتطبيق الفصل 88 من الدستور الذي ينص على منح الثقة البرلمانية للحكومة بعد تعيينها من طرف الملك من خلال عرض التصريح الحكومي والتصويت عليه من طرف الأغلبية بالبرلمان وفقا لما أوردته يومية الأخبار، مضيفة وفي رده على استقباله بالاحتجاج من طرف المعارضة البرلمانية المكونة من أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، رد بن كيران حسب ذات اليومية بطريقة تهكمية على المعارضة في تصريح لنفس اليومية بالقول: لهم الحق في أن يرفعوا اللافتات التي تحل لهم. الديمقراطية لا ترفع باللافتات، الديمقراطية حسبه تحسم بصناديق الاقتراع. وفي رده على مطالب المعارضة بضرورة تنصيب الحكومة من طرف البرلمان ومطالب حزب التقدم الاشتراكي حليفه داخل الأغلبية بخصوص استكمال شكليات التنصيب عن طريقة تقديم تصريح الحكومي جديد ومناقشته دون التصويت عليه. قال بن كيران: اش من تنصيب، ليس هناك جديد، واش أنا جديد، واش أنا باقي عندكم جديد؟ عيون المحبة هي التي تجعلكم تقولون إنني جديد، أنا منصب منذ 29 نوفمبر 2011 حسب قوله. ونختم جولتنا الصحفية من يومية العالم التي قالت أن مناصرو جبهة البوليزاريو الانفصالية تبادل عبارات السب والقذف فيما بينهم على شبكات التواصل الاجتماعي طيلة الأيام القليلة الماضية. وقال أحدهم في هذا الصدد إن التقارير التي أنجزها البعض حول أحداث العيون الأخيرة اعتمدت التحريف ساعية إلى إظهار جماعة بولسان هي الأكثر حضورا، واتهمهم بالبهتان والمغالطة. وقال إن هذه التقارير تغيب أطرافا أخرى مهمة وتقتصر على تجمع المدافعين على حقوق الإنسان تماشيا مع الطرح الشوفوني. ومن جهة أخرى رد خصوم هذا الطرح بإطلاق العنان لاتهامات ثقيلة من قبيل أن منتقديهم غير وطنيين وهم بيادق للمغرب وركوب على نضالات الجماهير والسعي إلى التشويش وعرقلة التحركات. طرف ثالث قال إنه يستحيي من أن يقرأ كل هذا السب والقذف وأن الفضاء الافتراضي تحول إلى مزبلة بين أتباع البوليزاريو. نهاية جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.